أورساتو كما لاحظت، وأن الحكم أورساتو أعطى الورقة الحمراء لصلاح. هل أن هذه الورقة الحمراء صحيحة؟ لست أدري، لأنه في إيطاليا صار أكثر من هذا، فيه لاعبين تتفوه بعبارات قوية ضد الحكام، لكن ما يصير شيء. لو كان توتي مثال، لو كان توتي هل أنه يتحصل على الورقة الحمراء؟ لو كان لاعب آخر كيليني مثال، هل يتحصل على الورقة الحمراء؟ لو كان أي لاعب آخر كان يتحصل على الورقة الحمراء، لا أعتقد ذلك. ولذا هذا الحكم مخطئ خطأ كبير في حق صلاح، لأنه في إيطاليا أنت تعرف أكثر مني وأنه يصير أكثر من هذا، وخاصة أنه لم يتفوه بأي شيء. عمل له بإيده كده، عمل لو اتكلمنا على ضربات الإشارة نص الفرق عداد في الشارع كله هيطلع بره، كل فرق إيطاليا كله بيتكلم بإيده يعني هو دي لو شفتها أي ماتش ما عملش فيها يعني انت ما عملتش، مش فاهمها بصراحه. الايد دي بتطرد يعني اول مره اشوفها في التاريخ. هنا بص انا بيأكد ان هو بيقول انا ما يتعمليش كده، مش انا اللي يتعمل لي بايديا كده، وهم عملوا له اكثر من هذا. لا ما هو يعني انت لو جبت اي ماتش في الدوري الايطالي واحد بيتكلم الحكم هتلاقيه بيعمل له كده كتير يعني. غريبه جدا بصراحه. اعطاه صفرة بس كده ماتش واحد بس، كده ماتش واحد. المشكلة ليست في صلاح وتوتي ولا كليني، ولكن المشكلة في أورساتو. هذه الصفرة الثانية مهمة، الصفرة الثانية لأنه ماتش واحد يلحق الإنتر، ما يلعبش ضد أودينيزي لكن يلعب ضد الإنتر. المشكل هو أورساتو كونترا الإنتر. لا أورساتو، المشكل أورساتو، البروبليم يا أورساتو. لكن صلاح ما يلعبش ضد أودينيزي، يلعب ضد الإنتر. لكن غلط سيد الحكم، مش معقول مش معقول. نعم، لذا أقول لك أن أورساتو أخطأ خطأ جسيما في حق صلاح. هو يعاني من ودائما ما يريد أن يعيش دور البطولة، دائما ما يصاحبه جدل بعد المباراة تجاه هذا الحكم. نذكر